بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم يا حبايبي في تفسير قناتي لتفسير الأحلام. طبعا أنا غيرت مسار القناة خالص. تفسير الأحلام ده عبارة عن فك رموز وأحرف وأرقام. إن شاء الله بإذن الله هستقبل أحلامكم على في التعليقات إن شاء الله بإذن الله، لغاية ما أشوف رقم للواتس إن شاء الله، وهبقى ابعته لكم تبعتوا لي احلامكم عليه. فاي حد عنده حلم يكتبه لي في التعليقات الحلم بتاعها، وانا الفيديو اللي بعديه ان شاء الله باذن الله هكون عامله الفيديو عن تفسير الحلم بتاعها. هنبدا النهارده ان شاء الله باذن الله نتكلم عن تفسير الاحلام، ومن عجائب تفسير الاحلام زي ايه؟ مثال على الحيه في المنام تدل على العدو. العقرب والعياذ بالله يدل على العدو من الأصدقاء أو القرائب أو الأقارب. يعني بيقول لك الأقارب عقارب دايما. النار تدل على مشكلة أو فتنة هتحصل معاكي. يعني إذا شفتي في المنام بتاعك نار، تأويلها إن هي مشكلة أو فتنة. الدود بيدل على وجود ايتام في ذمتك. يعني حد ايتام انت بتربيهم في ذمتك، او مال ايتام في ذمتك، حاجه الايتام في ذمتك انت. البنت الصغيره بتدل على بشاره خير او رزق واسع. ده فين؟ ده من عجائب تفسير الاحلام او من تاويل الرؤى. اذا شفتي بنت في الحلم بتدل على بشاره ساره او خير ورزق واسع. خلع الملابس في الرؤى تدل على كشف أسرار أو فضائح والعياذ بالله. يعني إذا شفتي في المنام إن أنت بتخلعي الملابس، أو حد من الأقارب ليكي بيخلع ملابسه، فده تأويله إن في كشف أسرار أو فضيحة ليه. كحل العين بيدل على الفرحة والسرور. السباحة في المنام، لو رأيتي نفسك ان انت مثلا في البحر بتسبحي، او في مسبح، ده بيدل على غسيل الذنوب، ان انت بتغسلي ذنوبك. ده في تأويله في المنام. تنظيف الحمام بيدل على توبة من الذنوب. اذا شفتي ان انت بتنظفي الحمام بتاع بيتك مثلا في المنام، ده تأويله ان انت توبة او داخله على توبة من ذنب معين انت بتعمليه. البقرة في المنام بتدل على الثناء، ان حد بيثني عليكي او بيشكرك، او حد بيتكلم عليكي بس ايه؟ بالكويس. الخبز او العيش بيدل على المعيشة، الرغد والخير الكثير. ده تأويل الخبز في المنام. أما إذا شفتي نفسك في مستشفى أو حد من الأقارب في مستشفى، بيدل على الشفاء من الأمراض. إذا شفتي نفسك في مستشفى تأويله إن ده شفاء من الأمراض. ودي من عجائب تفسير أو أسرار تفسير الأحلام. وإن شاء الله بإذن الله لينا جزء تاني. وبفكركم إن لو حد عنده رؤية أو منام أو حلم شافه، تكتبيه في التعليق وبس بطريقة مبسطة، وتكتبي الحالة الاجتماعية بتاعتك. وإن شاء الله بإذن الله أنا هفسر لك الحلم ده في الفيديو اللي بعديه على طول إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.